في مكان زي من الأسمان، كان في بنت وبنت تانية كانوا اخوات وبيحبوا بعض. فجأة في يوم في الأيام سما اتعصبت قوي عشان أختها كانت دايما بتغيظها، اللي هي بتبقى معاها حاجات أكتر منها، فاتعصبت بجد قوي المرة دي ومش سامحتها، كل شوية يضربوا بعض. فايه في يوم في الأيام سما قالت أنا أختي زعلت مني قوي، أنا قررت إني أصلحها. ففعلا عملت القرار اللي هي قالته وراحت تسامحها. ففعلا سامحتها وقالت لها ما تزعليش مني، ما تزعليش مني يا هاجر. قالت لها ماشي يا سما، بس ايه رأيك نكون صحاب واخوات وحبايب وما نخصمش بعض ابدا؟ قالت لها ماشي. فبعد كده راحوا يتفسحوا، كل واحد كان عايز لعبة، كانت مرجحة كده. بعد ما خلصوا اللعب جم بقى عشان يروحوا المرجحة، ما كانش في غير خرسان واحد كده بيتدور والتاني يستنى بعد كده يعبق. فهم اتخانقوا مين اللي يتحط في الحصان الأول ويتدور ماشي. فاتخانقوا قعدوا يقول انا واتخانقوا، فروحوا وهم لسه ما لعبوش الحصانة ماشي. فسما روحت زعلانة بتعيط واختها قاعدة بتضحك عليها وتقول لها يا عيوطة. فجأة سما نامت وهاجر نامت. فهاجر بعد كده صحيت قبل اختها وقالت ايه ده، هي اختي لسه نايمة، اسيبها واخش انا اصلي واتوضى واغسل اسناني واذاكر واقعد شوية بعد كده اصحيها بقى تعمل اللي تعمله ماشي. ففعلا عملت اللي هي قالت عليه وذاكرت وخلاص، قعدت على التلفزيون وزهقت. في ايه صحت، فصحت سما، هاجر صحت سما. فقالت لها يا سما اصحي يلا شوفي واجباتك وصلي وذاكري، يلا قومي كفايه نوم. فهي فعلا سما قامت وغسلت وشها بس ما عملتش الباقي، هي قعدت كده بس على التلفزيون، ما عملتش اللي هي قالت لها عليه وضحكت عليها. عملت نفسها ذاكرت واتوضت وصلت ولا عملت حاجة، هي قاعدة على التلفزيون ماشي. فايه جهزت لها فشار، وبعد ما سما خلصت صلاة لقيتها قاعدة بتاكل في فشار وفاتحة التلفزيون وقاعدة عليه. طبعا هي سما كانت موطية عشان صوته، عشان هاجر كانت موطية عشان سما كانت نايمة. فهي بقى ما سمعتش، وبعد كده سما سمعت صوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. فايه قفلت التلفزيون، كانت محضرة كتاب عشان لو هي خلصت تعمل نفسها كانت قاعدة بتذاكر. فهي هاجر كانت قعدت لها كتير لغاية ما سما كانت خلاص خلصت، عشان لسه كانت في دي اختي يا رب وكده، وتحط المرهم عشان وشها كان محبب ومناخيرها كانت بتحرقها، فبتحط مرهم وحطت المسكرة وراحت.
قالت لها يا هاجر يا هاجر خلصتي وصليتي؟ هي خلصت بس ما صلتش. قالت لها عشان كل واحد كان بيصلي في اوضته، زي هاجر ما خدتش بالها، قصدي سما ما خدتش بالها اللي هي ما صلت، انا هي قصدي ما صلتش. فبعد كده الباقي في الجزء التاني. ماشي، بس كده هي دي كانت حكاية القصة. احنا استفدنا ايه؟ استفدنا اللي احنا ما نزعلش اختنا وما نكدبش، عشان برضه ربنا ما يوديناش النار.